هي فكرة الحساسية كده إن جهاز المناعة بيرد رد مبالغ فيه لمواد موجودة في الطبيعة كل الناس بتتعامل معها. طب دكتور احمد، هل هي يعني ده حضرتك بقى قلت هو جهاز المناعه واللي بيرد رد غير طبيعي، هل كده الحساسيه مواد مناعي اصلا؟ الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح. الاجتناب. امم يعني مثلا حتى في حساسية الدواء، واحد يقول أنا عندي حساسية دواء كذا كذا، قول له خلاص اجتنب. قول له دكتور طب مش هتديني التطعيم؟ لا، قول له اديك تطعيم ليه؟ احنا ما بنعملش تطعيم او الاميونوثيرابي او العلاج ان انا بدرب جهاز المناعه الا لو الدواء ده انت مضطر له. امتى بقى الام تفرق ما بين الكحه العاديه وما بين الكحه اللي هو حساسيه؟ محتاجين وقفه في استخدام المضاد الحيوي. المضاد الحيوي اصلا هو اللي ممكن يجيب حساسيه. اه، دكتور احمد بقى خلينا نعرف ايه الاسباب اللي ممكن تخلي الواحد يبقى عنده حساسيه اصلا. زي ما قلنا في الغالب بيبقى خلل في جهاز المناعه، وكتير منها بيبقى فيها استعداد وراثي. يعني في محسسات او اسباب معينه بقى ملموسه؟ اول حاجه ان احنا بيساء استخدامها في غير مكانها. تمام. فانا لما احط السلاح في غير مكانه مش هيشتغل، فيدي سمعه سيئه. طب ازاي يتحط؟ لان احيانا بيحصل مبالغه، يعني بعض المريض برضه مثلا القسم لا اتاكد ان ده حاجه ليها علاقه بالاي جي اي، فده بقى له الدكتور الحساسيه. فعلا في بعض انواع الحساسيه بتتحسن مع السن، تمام. زي بعض انواع حساسيه الطعام. امم وفي بعض الاطفال لما بيبداوا يكبروا بيبدا ان الحمد لله يتغلب على الربو الشعبي والجسم بيتحسن. امم لكن في اطفال بتكمل معاهم الاعراض، يعني مثلا الربو الشعبي في اطفال لما بيكبروا بيتحسنوا ويعرضوا ممكن يرجع له تاني، وفي اطفال بيكمل معاه. فدي حاجه تانية برضو. التطعيمات مهمه لاطفال الحساسيه، امم بالذات اطفال حساسيه او مرضى حساسيه الجهاز التنفسي. طيب دكتور احمد، اخر بقى معلومه عند ناس كتير، ان مفيش علاج نهائي للحساسيه، هبد ولا بجد؟ كانت العيانه بتسافر بني سويف لاسيوط تاخد الجرعه الشهريه وتيجي، حياتها اتغيرت تمام. والحمد لله بتاخده معانا دلوقتي في التامين الصحي، وفر في بني سويف يعني او في لجان التامين الصحي. فدي من الناس اللي حياتها اتغيرت تماما لما بدات العلاج الصح. امم ابنك بيكح طول الليل، بنتك بتقوم مناخيرها بتنزف، لما الجو بيتغير البيت كله بيتقلب عطس وكحه، الكارثه كمان الدكتور كتب بخاخه. طيب هي الحساسيه دي بتيجي منين؟ وهل فعلا هي عمرها ما هتروح؟ اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات بودكاست طريق العافيه. والنهارده هنطوف تطويف مختلف، هندخل جوه جهاز المناعه عشان نعرف ايه هي اسباب الحساسيه، وازاي نقدر نسيطر على الحساسيه قبل ما الحساسيه تسيطر علينا. وعشان نتكلم في الحساسيه لازم يبقى معانا خبير الحساسيه، وعشان كده معانا ضيفنا النهارده، مش اي ضيف، هو استاذ مساعد واستشاري امراض البطنه والمناعه والحساسيه كليه طب جامعه بني سويف، مدير مركز كيور للحساسيه، اول مركز للحساسيه على مستوى شمال الصعيد. اهلا وسهلا بحضرتك على النهارده دكتور احمد يحيى اسماعيل. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور. اهلا وسهلا استاذ مدحت، ربنا يكرمك حبيبي. دكتور احمد، عايزين بقى زي ما حضرتك عودتنا في حلقاتنا اللي فاتت بنشرح الموضوع ببساطة عشان الناس كلها يبقى عندها وعي بالأمراض اللي ممكن نقدر فعلا بالوعي نتغلب عليها. دكتور أحمد، يعني إيه حساسية؟ هي الحساسيه كلمه معبره جدا، ان شخص حساس من شخص. انا هضرب مثال وهرجع له كده. تمام. يعني تخيل مثلا واحد مراته اول ما تدخل جايبه له الفطار تقول له السلام عليكم، يروح مديها بالبوكس. اه. تقول له عامل ايه، يروح مديها شلوت وبتاع. هو رد فعله مبالغ فيه، امم وهي المفروض ما يردش عليها الرد ده. بالعكس، ده اللي جايبه له الفطار وهي مراته المفروض ينبسط منها. لكن هو عنده رد فعل غير طبيعي لشخص المفروض ما يردش عليه كده. هي فكره الحساسيه كده ان جهاز المناعه بيرد رد مبالغ فيه لمواد موجوده في الطبيعه كل الناس بتتعامل معاها. زي مثلا حبوب اللقاح او حشره الفراش، دي موجوده كل الناس بتستنشقها بتتعامل معاها عادي. تمام. بس مريض الحساسيه لان في خلل في المناعه، فكرته ان بدل جهاز المناعه ما بيكون اي جي جي او اي جي ام، بيكون حاجه اسمها الاي جي اي. وكلمه الاي جي اي دي مهمه معانا عشان نستخدمها في العلاج وفي التشخيص. الاي جي اي ده هو اللي بيسبب اعراض الحساسيه، وزي ما هنشوف في الفيديو المرفق ان هو بيبدا يرشق على خلايا اسمها الماست سيلز. اول ما تعرض خلاص هو كون الاي جي اي قاعد منتظر. مم. اول ما يتعرض تاني بقى تبدا بقى الخلايا دي، هو المحسس ده اللي هو المفروض طبيعي في البيئه عادي،
يمسك في الاي جي اي، يروح هو ناغز خلايا الماست سيلز، تروح مفرقعه، مطلع الهيستامين والتريبتيز وكل المحتويات اللي فيها اللي بتعمل اعراض الحساسيه. فهي باختصار رد فعل مبالغ لبعض المحسسات الموجوده في الطبيعه. وللاسف بعض الناس فاكر المحسسات دي شيء سيء، بالعكس دي شيء طبيعي. قط كيوت حلوه واموره وسطنا، مم. حبوب لقاح في الجنينه وهكذا، لكن بس هو رد فعله غير طبيعي تمام. جهاز المناعه. طب دكتور احمد، هل هي يعني ده حضرتك بقى قلت هو جهاز المناعه واللي بيرد رد غير طبيعي، هل كده الحساسيه مرض مناعي اصلا؟ اه طبعا هي مرض مناعه، عشان كده هو حتى تخصص اسمه المناعه والحساسيه. لكن هو فرط رد او رد فعل مبالغ من جهاز المناعه لبعض المواد الموجوده في البيئه. طب ايه الفرق ما بين الحساسيه والمناعه الضعيفه؟ ما هو كويس انك سالت السؤال ده، ان هو تخصص المناعه في 3 فروع. تمام. وجهاز المناعه مناعه الجسم، ربنا خلقه هو الجيش اللي بيحمينا من الغزو الخارجي، بكتيريا، فطريات، فيروسات، اي حاجه. سبحان الله. ده جيش عظيم يعني، سبحان الله. وعملنا حلقه في التامل كده تشوف بيعملوا كمائن في كل حته، وكل حد معدي يطلع البطاقه بتاعته. اه المناعه. سبحان الله. سبحان الله. ولو ثبت انه من الدوله دي بيعدي، من خارج الدوله يطخ على طول. سبحان الله. سبحان الله فعلا. في وكل حاجه بقى وفي دور في قائد الجيش والادابتيف سيستم والجهاز الخلايا البي والخلايا التي والخلايا دي. في ناس بتطلع طلق زي الاجسام المضاده، وفي ناس بتقتل قتل مباشر، وفي سبحان الله جهاز قوي جدا. ده غير بقى الحواجز والكمائن بقى، ان الاغشيه المخاطيه والحاجات دي سبحان الله، والحمض اللي بيحرق اي حاجه يعني. جهاز محكم جدا. والجهاز ده ماشي في واحنا قاعدين كده دلوقتي هو شغال. طبعا احنا مش واخدين اصلا الغزو ممكن خارجي وداخلي. يعني ممكن قلت البكتيريا والفطريات والحاجات دي كلها في غزو داخلي، خلايا سرطانيه بتتكون، الجهاز المناعي بينسف. سبحان الله. سبحان الله. يعني احنا تلاقي مثلا الواحد مش متخيل كميه الغزو اللي بتحصل والتهديدات اللي بتهدد دوله الجسم، وجهاز المناعه بيتغلب عليها. ربنا القيوم سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. قائم على كل نفس بما كسب. ده الواحد كان بقى ترد هنا وتحمي هنا وتعمل هنا ومش عارف ايه بقى. سبحان الله. محدش يقدر ده الواحد اصلا لما يبقى مثلا تلاقي ايه قاعد في البيت، العيل الحقني يا بابا الحقني، مش عارف يا ابني انا هعمل ايه، ولا هو مثلا عيلين في البيت، فما بالك بقى الواحد عنده ملايين ومليارات الخلايا. فسبحان الله ربنا هو القيوم سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد. لما بقى بيحصل خلل في الجهاز ده بيبقى في صورة من 3. امم. اول حاجة انه يضعف، تمام. فبالتالي هتبقى النتيجة ان اي غزو خارجي بقى هيحصل يعمل عدوى، ايوه. عدوات بكتيرية متكررة، عدوات فطرية متكررة وهكذا، وبتكون شديدة. او يا اما بقى ان ممكن يحصل ان ربنا يعافينا من اعراضها، ممكن تتكون سرطانات، وخلايا السرطان بتتكون ما بتلاقيش حد يقاوم. فده نقص المناعة. تمام. وده مهم اكتشافه، لان اكتشاف المبكر بيفرق قبل ما العدوى الرئوية المتكررة تعمل تليفات في الرئة مثلا. تمام. النوع الثاني حاجة اسمها امراض المناعة الذاتية. ده بيحصل خلل بقى، ان المفروض زي ما قلنا لما خلايا الجسم بتعدي معاها البطاقه بتاعت الدوله بتاع الجسم، ما يقول لها عدي انت تبعنا. احيانا بقى بيحصل خلل، ان بيحصل الجسم يهاجم نفسه، جهاز المناعه يهاجم الكلى، يعمل مناعه ذاتيه في الكلى، او يهاجم الرئتين، او يهاجم كذا. باسم امراض المناعه الذاتيه اللي داخله في بنسميها في تخصص المناعه والروماتيزم. تمام. النوع الثالث بقى هي الحساسيه المفرطه، هو برضه بيهاجم، بس بيهاجم حاجات خارجيه امم. غير المناعه الذاتيه. زي ما قلنا بقى حاجات في البيئه وحاجات حوالينا، اول ما يتعرض ده يحصل بقى رد فعل المبالغ ده، بيعمل امراض الحساسيه. فالحساسيه احد انواع الخلل في جهاز المناعه. تمام. طيب كلمة العدوى حضرتك كررتها كده أكتر من مرة، فخلينا نسأل بقى، هل الحساسية هي أصلا مرض معدي؟ يعني هي بتيجي بالعدوى ولا مرض وراثي؟ لا، هي العدوى او اسف الحساسيه، او بنسميها الاتوبي بقى، النوع اللي هو الاي جي اي الخاص بالاي جي اي، دي ليها استعداد وراثي. اه. يعني في الغالب هتلاقي مثلا، وهي فيها انواع يعني بتيجي نفتكرهم كده: حساسيه العين، حساسيه الانف، حساسيه الصدر او ربو شعبي، وحساسيه الجلد النوع الانتوبيك ديرماتيتس او الاكزيما دي. في الغالب مثلا لو الطفل عنده ربو شعبي، ممكن هتلاقي والده عنده حساسيه انف، وممكن تلاقي عمه عنده حساسيه جلد، وهكذا. فهي فيها جانب وراثي كبير، تمام. بس هي مش معديه طبعا. دي بتبقى مشكله، مثلا طفل اللي عنده حساسيه انف مثلا، دي برضه بتبقى مشكله في المجتمع عندنا، ان هو عمال بيعطس في الفصل، امم. وهو مشكلته انه عنده حساسيه، فاصحابه ممكن يخافوا منه. يعني العطس ده ما فيهوش اه ما هو عدوى؟ وطبعا لازم ياخد احتياطات العطس والكتم، وانه يكظمه وهكذا. بس انا قصدي ان الطفل ده مثلا على طول بيعطس، على طول ممكن بيكح امم. نتيجه الحساسيه.
لكن هي الحساسيه نفسها مش معديه. الحساسيه نفسها مش معتاده. اه تمام. طيب دكتور احمد، برضه في حضرتك اتكلمت عن الجهاز المناعي وان هو لما بيضعف، طب هل بقى في المناعه ممكن تكون زياده اصلا؟ هي كلمه المناعه الزياده دي مش دقيقه. اه. ما احنا قلنا في ضعف مناعه وفي خلل في المناعه، فهو رد فعل المناعه زياده، بس هي اختلت وضربت في الاتجاه الغلط. تمام. ضربت في مثلا زي ما قلنا، هي الحبوب اللقاح ماشيه في الجو وراح واستنشقها، عمل معركه كبيره، عملت اعراض الحساسيه. زي ما قلنا الكلى ماشيه شغاله في امان الله، يروح ضارب الكلى. فده اسمه خلل في المناعه، بيعمل رد فعل مبالغ، لكن هي مش مناعه زياده ولا حاجه. طيب يعني احنا كده فهمنا ان رد الفعل المبالغ ده هو الرد على مثلا على السؤال بتاع ازاي بتيجي حساسيه بالظبط. يعني. نتيجه ان انا عندي خلل، ان تمام. الجسم مثلا في انواع، 4 انواع مشهورين للحساسيه، بس النوع الاول هو الاشهر، والاي جي اي. نتيجه الاي جي اي ده اللي زي ما قلنا بيجي بالانواع الانف والعين او الصدر او الجلد او كده. ده المشكله ان الجسم لما بيكون اي جي ام او اي جي، بيكون الاي جي اي الاجسام المضاده دي هي اللي بتعمل حساسيه، انها بتصحي خلايا الماست دي او الماست سيلز يعني، هي اللي بتطلع الهستامين والمشاكل دي كلها. طيب دكتور احمد، خلينا نعرف ايه الاسباب اللي ممكن تخلي الواحد يبقى عنده حساسيه اصلا. زي ما قلنا في الغالب بيبقى خلل في جهاز المناعه، وكتير منها بيبقى فيها استعداد وراثي. يعني في محسسات او اسباب معينه بقى ملموسه؟ يعني هي المحسسات من حولنا، امم. وبأكد كده ان هي الاشياء عاديه جدا في البيئه. امم. نركز بقى بنقسمها حسب الطرق، واتمنى ان شاء الله يبقى لينا بودكاست عن المحسسات واجتنابها، لكن احنا كقاعده عام او كنظره عامه، في ممكن حاجات بالاستنشاق. امم. اشهرها حشره الفراش، دي من فصيله العنكبيات وبتاع، تشوفها صغنونه كده ما بتتشافش. حشره الفراش دي اصلا احنا ما بنشوفهاش. دي مش عايز اقول لك ان مثلا في كل مكان حوالينا امم. ده، مع انه نضيف المكان حلو، بس فيه في حشره لقوا فراش. ان المستشفيات مثلا في امريكا، يقول لك 85% من البيوت في امريكا عندهم عده فراش، و80% من المستشفيات عندهم عده فراش. امم. دي موجوده بقى في الملايات، في البطاطين، في المراتب، في الكلام ده كله. دي ممكن لا، تسبب حساسيه؟ اه طبعا دي من اشهر اسباب الحساسيه. بس تسبب حساسيه لاي حد لا، ولا؟ للي عنده حساسيه منها، ما هي دي النقطه. اه. كلنا انا لازم اقول لك تقريبا كلنا عندنا في مراتبنا وملاياتنا والكلام ده. تمام. لكن بقى الطفل، اظن الحساسيه اكتر بتبدا في الاطفال. مريض الحساسيه يقوم من النوم بقى راسه في المخده كده، يقوم بقى مناخيره مسدوده وبيخنفر وبيرشح بقى ويقعد يعطس، يعني مم. نتيجه عده العد. لقيت تمام. الفراش. فممكن بقى حاجات مستنشقه زي ما قلنا، حشره الفراش، الحبوب اللقاح، احيانا بقى من القوارض حضرتك قلت من والصراصير شويه والحاجات دي، القطه مثلا ممكن تكون او بتعمل. شعر القطه او الكلب، اه. وهكذا. وفي بقى حاجات مأكولة، طبعا حساسية الطعام. مم. طبعا اشهرهم بقى حساسية اللبن والبيض موز. ومشتقات الالبان والفول السوداني والحاجات دي، والاسماك والبحريات دي. طبعا دي برضو نوع. الحاجة الثالثة ممكن من خلال الادوية، حساسية ادوية، حساسيه من سواء الادويه. بقى اقراص او حقن او كده. طبعا دي برضو موضوع مهم، هو حوار وخصوصا المضادات الحيوي دايما طبعا في دكاتره اشهرها بتنبه يعني اعمل اختبار حساسيه الاول. دي، يعني محتاجين لها حلقة، وخصوصا دي اصلا احنا شفنا وفيات اللي حصل بسبب يعني حساسيه الدواء، يعني برضه ليها قواعد بس نخرص فيها. وده مم. بيأكد لنا اهميه ان احنا ما ناخدش الدواء عمال على بطال. تمام. فالادويه وممكن كمان بقى عن طريق التلامس، يعني في حاجات اللي يبقى قلنا الشم او اللمس، او ادويه بقى سواء حقن او راس او كده، او عن طريق مأكولات. فدي غالب انواع المحسسات داخله في دي. كويس. كده يا دكتور احمد، حضرتك بتنبهنا ان احنا نبقى حذرين. يعني ممكن نبقى انا شايف الولد بيكح وافتكرها كحه عاديه، وهي ممكن يطلع وراها حساسيه. اه امتى بقى الام تفرق ما بين الكحه العاديه وما بين الكحه اللي وراها حساسيه؟ هي الحساسيه زي ما قلنا دي حاجه مزمنه مع الانسان. تمام. فانا مش اول ما يجي لي بدور برد افكر في حساسيه، لكن الطفل بيجي له برد متكرر، امم. وتلاقي الام جايه تقول لي يا دكتور الطفل مناعته ضعيفه. لا، هي مش قصه مناعته ضعيفه، وعنده حساسيه انف. مش كده كل شويه مناخيره بترشح وبتتسد ويحصل وهكذا. فدايما اغلب الناس تفكرها مناعه ضعيفه. فحدوث الاعراض المتكرره، امم. مثلا زي ما قلنا حساسيه الجلد، ان مثلا الاكزيما والولد بيهرش على طول، وتلاقي بقى الاكزيما باينه في الجلد وهكذا. امم. حساسيه الصدر، ان الطفل بيزيق وعلى طول بيكح وهكذا. فدي مهمه. ونركز قوي بقى شكل الحساسيه بيختلف، يعني مثلا لو قلنا حساسيه الصدر والانف غالبا دي حاجات مستنشقه امم. وهكذا. مثلا برضو ان انا اقدر اعرف المحسسات دي بتجي له في موسم معين، بتبقى حاجه زي حبوب اللقاح مثلا،
غير بقى اللي مثلا طول السنه هتبقى غالبا ليها علاقه بالحشره الفراش وهكذا. فالحاجات دي كلها من خلال التاريخ المرضي نقدر نعرف دي حساسيه ولا لا، ولا دي برد عادي. لكن مش من اول دور برد، ما كلنا بيجي لنا دور برد. امم تمام. طيب هو يعني برضه من النقطة دي ممكن تيجي معانا قدام في العلاج، بس يعني من في نفس السياق، حتة إن الأم مثلا لو عند طفل عنده برد فبتدي له مضاد حيوي، واستخدام المضادات الحيوية بقى ممكن أصلا يبقى مثلا دكتور كاتب مضاد حيوي قديم، فأنا ممكن أعيد استخدامه تاني، أو عرفت إن واحد جاري أو واحدة شافت واحدة جارتها خدت مضاد حيوي فقالت لا على نوعه. انت خدت بالك لما بدات تاخد نفسي كده وضربات قلبي بقت سريعه شويه؟ احنا في مصر في كارثه حقيقيه فعلا. انا سمعت الحلقه ربنا يجزيكم خير اللي عملتوها مع الدكتور مصطفى شيم، كان بيتكلم. انا حسيت ان يعني انا فعلا انطباع دايما كده، انا بحس ان واحد فيروس الانفلونزا، انا اقسم بالله انا فيروس، انا فيروس والله، انا فيروس، انا ماليش دعوه بالمضاد الحيوي. ما تاخدليش مضاد حيوي. المضاد الحيوي ده بتاع البكتيريا يا جدعان، انا مش بكتيريا والله. وعلى فكره لو سبتوني انا بروح لوحدي، اعمل عمليتي وهمشي، أيوة. بسميها سيلف ليميتد، بتروح لوحدها. سبحان الله. لكن الواحد فعلا هيتجنن. امم واحد جاله دور برد يروح ياخد حقنه هتلر. شوف احنا عصبنا دكتور أحمد جدا. يعني ما هتسامحوني بس. حقنه هتلر دي عشان هتلر ده مشهور انه سفاح، هو فاكرين ان هتلر ده يقتل المرض. انا بقول انه ممكن يقتل العيان كنت نفسه. ليه مسميها حقن؟ ما اعرفش والله، هو ده اسم السفاح اللي اخترعها. يعني تفاجئ ان حاطط حقنه فولتارين، مم. خلاص ده مسكن مقبوله، تمام. سخن وبتاع وجسم مكسر ماشي تمام. خلاص. وحقنه ديكساميثازون كورتيزون، مم. وحقنه سيفتراكسون مضاد حيوي. يعني يا ايه بقى المنطق في كده؟ يعني هي عدوى سيلف ليميتد بتروح لوحدها مع الوقت، وهي عدوى فيروسيه. مم. يعني مثلا في رشح ناخد حاجه للرشح، في اتكسره، في صداع ناخد باراستامول نمشي الدنيا وهو بيروح. مم. لكن لا، ده الواحد بقى بيشوف حتى مضادات في نوع مثلا اسمه اللايليزوليد، ده بيستخدم في انواع بكتيريا المقاومه للمضادات الحيويه المرس. مم. يعني ده المفروض بقى بيستخدم في اضيق نطاق، بقى بيستخدم في البرد. يعني فعلا في سوء، فترتب عليه ان اول حاجه حساسيه الدواء بتزيد، انها بنستخدم ادويه مالهاش لازمه. مم. تاني حاجه مقاومه المضاد الحيوي بتزيد، ما هو ربنا خلق البكتيريا وبتعرف تقاوم. مم. بعد كده ما بقى الطفل ده لما يجي له بكتيريا حقيقيه فعلا محتاج مضاد حيوي، نروح مديله المضاد الحيوي، يقول مش لك معنى ده حاجة. قديم قوي هات كمان. مم. انا حافظان المضاد الحيوي ده، والحمد لله كونت ضده مناعه. مش هيقدم البكتيريا على بتعمل مصلحة. مناعه. ايوه. تفاجئ تيجي تعمل مزرعه للمريض في العنايه المركزه، تفاجئ ان الميكروب مقاوم لكل المضادات الحيويه اللي عندك. مم. هتعمل له ايه بسبب سوء استخدام المضادات الحيويه؟ مم. حتى في علاج الجرثومه بندي كلاريثرومايسين او ازيثرومايسين، بعدها مقاومه عاليه بسبب اساءه استخدام الازيثرومايسين ساعه ايام الكورونا والكلام ده فلا، في محتاجين وقفه في استخدام المضاد الحيوي. المضاد الحيوي اصلا هو اللي ممكن يجيب حساسية، اه كتره او طبعا. استخدامه بطريقة خاطئة. ده حتى الناس مثلا يقول لك ايه، بياخد السبتازول بتاع الزور. يا ست الكل، السبتازول ده مضاد حيوي، ايه مم. علاقته بحرق يعني؟ الناس بقى عندها حتى الفلاجيل بتاع القولون. يا جماعه الفلاجيل ده مضاد حيوي والله، مم. مش قصه. لما بيجي لي قولون عصبي، ايه علاقه الفلاجيل وحتى الواحد ياخد حبات فلاجيل عند اللزوم. يعني مم. الموضوع ده مش عايزين نخرج على الحساسيه، بس فعلا الموضوع فيه مشكله كبيره، فيه ازمه حقيقيه في مصر. مم. بقى عندنا ما بنعرفش نكتب مضاد حيوي عارف اللي هو العيل اللي ايه كان بيقول الحقوني انا بغرق بغرق، يروحوا هي ضحكت عليكم مش بغرق. مم. يجي المرض لما يجي يغرق حقيقي ما بيلاقيش حد ينقذه. هو كده الحقوني ده بكتيريا ندي مضاد حيوي، ما كده لما يجي بقى فعلا يغرق حقيقي ما نلاقيلوش مضاد حيوي ينقذه. انا كنت يعني عندي معلومة كده ان كان في دولة يعني كانت ما بتصرفش المضاد الحيوي الا بوصفة طبية. يا ترى دلوقتي حاجه في الطب انتي بايوتيك ستيوارد شيب، او ان يبقى فيه مش اي مضاد حيوي اي حد يكتبه، مم. وفي المستشفيات في هيئه رقابيه بتشوف وتشوف. تمام. يعني الموضوع مش سهل، يعني من فضلكم بلاش ان ايه زوري بيوجعني اروح اجيب شريط سبتازول، مم. جالي شويه قولون عصبي اروح اجيب فلاجيل. لا يا جماعه، ده سوء استخدام المضادات الحيويه. طيب هنطلع بقى من الجزء بتاع الاجتهاد يعني او الهبد بتاع الناس، للنقطة بقى العلاج الصح. عايزين حضرتك بقى بالراحة كده وتفهمنا ايه علاج الحساسية. طيب علاج الحساسيه، افتكر كده الراجل اللي اول ما مراته بتقول له السلام عليكم جبال فطرح مديها اه. بوكس وشلوت وراح سابته وراحت عند اهلها. ايوه. في مشكله كبيره دلوقتي. احنا الحل هيبقى حاجه من ثلاثه، امم بالبلدي خالص كده نوضحها للناس. يا اما هي تصبر وتستحمل، وكل ما تجيب له الفطار يروح مديها بوكس، وتروح بقى نقعد نغرز لها عينيها ونعالجها ونهدي الدنيا خالص. عشان دي علشان العيال وبتاع. نعالج اثار المرض عشان العيال. يا اما الحل التاني خلاص انها تتطلق، امم وانا من طريق وانت من طريق، امم خلاص. يا اما الحل التالت
والصلح خير. الله. بس كده نصالحهم على بعض، يا عم انت اللي مزعلك منها ومش عارف ايه. ده طبعا كلام بلدي، بس هو ده الحقيقي اللي بيحصل في علاج الحساسيه. هنصالح المريض على الحساسيه اللي جات له. ايوه. تمام. يعني انا مثلا انا عندي حساسيه من حشره الفراش، امم. هي موجوده حواليا في كل مكان. تمام. فبيبقى اول حل، وده الاسهل حل، الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح، الاجتناب. امم. يعني مثلا حتى في حساسيه الدواء، واحد يقول انا عندي حساسيه دواء كذا كذا، قول له خلاص اجتنب. قول له دكتور طب مش هتديني التطعيم؟ لا، قول له اديك تطعيم ليه؟ احنا ما بنعملش تطعيم او الاميونو ثيرابي او العلاج اللي انا بدرب جهاز المناعه الا لو الدواء ده انت مضطر له. امم. يعني مثلا ربنا يعافينا، واحد جاله حساسيه من دواء كيماوي لعلاج السرطان اللي عنده، وهو ده العلاج الاساسي بتاعه. فساعتها هو ده الملجأ بتاعه، فاضطر ان انا هديله بجرعات قليله وابدا اعلى سنه بسنه. امم. خلاص خد، او الطفل محتاج انسولين معين وهو ده وجاله منه حساسيه، فمع ان التاكيد ان هو لو بطل العلاج هترجع له الحساسيه تاني. فالشاهد لا، انا خلاص اكتني. تمام. بس الامر ده مش واقعي في كل الحالات. هو يعني في نقطة اجتناب حشرة الفراش دي، هو في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن إحنا المفترض ننفض اي، الفراش قبل النوم لا ده احنا لما 3 نيجي مرات. نتكلم ان شاء الله في حلقه اجتناب المحسسات والاصلاحات البيئيه، في كلام جميل كتير في السنه في امم. الامر ده. سبحان الله. لكن مثلا زي ما قلنا هي متوغله جدا، فاجتنابها صعب. بنجيب احيانا المراتب الملايات اللي هي بتتفرش دي، اللي هي بتغطي فيه البؤر بتاعتها ضيقه ما تعرفش تعدي العته والمخدات وهكذا، بس ده مش متاح في كله برضه، مش يقدر في. طب ما يلاقي في المدرسه وغيره، فالاجتناب مطلوب. يعني لسه كان عندي طفل عنده حساسيه من القطط، امم. وهو مربي قطه في البيت، وامه عماله تقنعه معايا وبتاع. أنا حسيت ان ممكن اقول لها اسيب البيت انا والقطه. هو لو ساب القطة خلاص الحساسية هتهدى. ده هيبقى جزء كبير، بس طبعا اكيد مثلا القطه لما بتمشي من البيت شعرها بيفضل شهور، امم. فده جزء، بس هو مش شعبي. بس هيجي بقى السؤال، طب انا هعرف الحساسيه جايه لي منين؟ انا عندي رشح، عندي مشاكل، عندي حاجات، هعرف منين؟ التكرار مثلا. اول حاجه التاريخ المرضي، الله يبارك فيه، ان لما بتعرض لكذا بيحصل كذا. امم. بس زي ما قلنا بقى، مثلا الاعراض اللي بتحصل طول السنه، ممكن المريض نفسه ما يركزش. لو امم. انا بقى عشان كده، لان انا بقى دور اخصائي الحساسيه، تمام. ان بناخد التاريخ المرضي وبنعمل في المراكز المتخصصه، مثلا زي عندنا في مركز كيو بنعمل اختبار حساسيه في الجلد. امم. عندنا الراكي مثلا في المحسسات المشهوره بنحقنها في الجلد، تمام. وكان بنغش الماست سيلز او الخلايا الماست كده، بلا بزغزغها، لو عندها اي مشكله بيحصل تظهر. تفاعل. وبنقيس بقى، وده ميزته حتى العيان بيشوف التفاعل قدام عينيه، ده انا عندي تفاعل من كذا وهكذا. وبتبين نوع الحساسية برضه. بالظبط. بس طبعا الاختبار ده له احتياطات، واذا كان واقف مضادات الهستامين قبلها على الاقل ب5 ايام، وبننبه على الاحتياطات دي بفضل الله، والعيان بيعمل الاختبار، او هو احيانا بنقيس الاي جي اي في الدم. هو النقطة دي بس مركز عشان الناس تبقى معانا برضه، مركز كيور موجود في مركز نور الحياة لطب الأطفال في محافظة بني سويف. صحيح، وبفضل الله احنا الحمد لله بنخدم شمال الصعيد كله، وبتجيلنا الحالات، من خلال اختبار الجلد المريض بيعرف هو عنده حساسيه من ايه، وبنقول له الحاجه دي متواجده ازاي، والاختيارات المتاحه ليه للاجتناب. تمام. فقلنا الاجتناب ده احيانا بيبقى عملي جدا في الادويه، في حاجات، بس طبعا الا لو دواء مهم. خلاص انا وباكد يا ريت اللي يحصل له تفاعل من دواء يحتفظ باسم الدواء ويعرف، وبعد كده لما بنحتاجه بنأكد. لكن احيانا حاجات بيئيه كتير ما بنعرفش نجتنبها. الحل التاني بقى، امم. ان زي ما قلنا بقى، كل ما يتخانق مع مراته نروح نجبسها نظبطها نعمل. فهي القصه ان حصلت الحساسيه بقى حسب مكان المعركه. حصلت في الانف، تلاقي بقى الانف بترشح وتتسد يهرش في مناخيره وهكذا. ساعتها بندي ايه؟ مضادات الهستامين اللي بتقال، ما هو الهستامين هو المجرم الاساسي. امم. خلاص. او ان ندي بقى نقط الانف بقى، ندي بقى الكورتيزون، البخاخات الانف، الكورتيزون وهكذا، او علاج الاحتقان. كان ايه؟ ده مش علاج نهائي، انا بسكن اثار المعركه. عمليه الاحتقان بدي مضادات حتى احتقان. فعلا احنا بنصالح. حصل، لا ده لسه الصلح. انا بهدي، هي اتضربت مراته فراحت للدكتور اتجبسها. امم. هو حصل المعركه هنا، راحت الاوعيه تمددت، قعدت ترشح، ندي مضادات احتقان تقفل الشرايين. تمام. هو فيه هيستامين، ندي مضادات هيستامين. حصل من اثار المعركه ان ممكن ندي الكورتيزون وهكذا. تمام. برضه الربو الشعبي بدي البخاخات اللي بتقلل اللي حصل دي شعب، نوسع على الشعب وهكذا. تمام. ده علاج يعني تسكيني. تمام. ده هدي لو. اما بقى إن الصيحات الحديثه بقى في الطب هي من زمان، بس دلوقتي بقت الدليل عليها اقوى، وبقت منتشره في العالم كله الى والصلح خير بقى. امم. احنا نصالح. تمام. بقول له يا عم انت زعلان منها في ايه؟
1 2 3 خلاص هنبدا كده ايه. وخلي بالك ان احنا بنبدا نعمل حاجه اسمها دي سنسيتايزيشن، ازاله التحسس بالعلاج المناعي، وبفضل الله عز وجل ده متوفر عندنا برضه في المركز. مركز فيهم. اه. ازاي بقى؟ هي مثلا ايه، اول ما اشوفها كده لا تبدا ايه تدخل برجلها كده تتسحب واحده واحده كده تسهيل لحد ما تدخل. هي فكره كده. تمام. بتشوف كل مريض حسب الاختبار بتاعه عنده حساسيه من ايه، بيتم تحضير الامصال، والامصال دي بتتحط في ازايز وبتبدا تتخف. انا برضو معذره باكد ان قبل ما جوده نخش المصل بتفرق. قبل ما نخش على النقطة دي، ده وقاية ولا علاج؟ ده بقى يعني الحاجه تطعيمات. الوحيده الى الان مم. اللي ممكن تنهي الحساسيه. يعني دي ممكن تقضي على اه الحساسية. طبعا، لان انا دربت جهاز المناعه انه يتعامل عادي جدا. يعني كده في علاج للحساسية. اه هتدخل له بصينيه الفطار هيسلم عليها وياكل الفطار بالهنا والشفا. تمام. هي بقى زي ما قلنا، عرفت ان عنده حساسيه من كذا، فاحنا بناخده وبنحضرها في الامصاء في الزجاجات. وبفضل احنا الامصال بتاعتنا مستورده كلها، تمام. الكواليتي بتاعتها عاليه جدا. تمام. بنبدا مثلا بتركيز هو بيتحسس منها، لا انا مش هديها له كده، هديها له بتركيز 1 على 10,000 مخففه جدا. ابدا احقنها تحت دكتور الجلد. احمد، ده دور الدكتور بقى، اه يعني طبعا. مش مشكلة ان التطعيمات متوفرة. لا ما هو الأهم ازاي نستخدم التطعيمات هي دي. الحمد لله يعني النقطه في توفيرها وجودتها، تمام. واللي بيوفرها دكاتره الحساسيه. تمام. تمام. فالحمد لله يعني بنوفرها بكواليتي عاليه. شركه جرير دي شركه امريكيه، وبصراحه الكواليتي عندهم عاليه، وعن تجربه فرقت. يعني احنا كان بيجي لنا ناس خدوا امصال في اماكن بره وما تحسنش، والحمد لله لما خد المصل عندنا فرق معاه جدا. تمام. فببدا اديله بتركيز مخفف جدا تحت الجلد، تمام، او تحت اللسان. تمام. بيبدا بقى ان ايه، انا 1 على 10,000 دي جرعه قليله خالص، جهاز المناعه انا مسهيه، بدا يتحسن. ابدا ما يستجبش، اديله بقى الازازه الواحد على 1000، ما حصلش تفاعل ابدا اعلى. وكل ده على عندنا الجداول وبنفهمها للمريض. 1 على 100 ولحد ما نوصل دي بنسميه البيلد اب فيز، او البدايه، ابدا اعلى سنه بسنه. بعد كده بنوصل لحد 1 على 1 بقى، الحاجه اللي هي في البيئه، مم. ويبدا بقى يستمر عليه. بتفرق جدا ان خلاص جهاز المناعه بدات ادخل له الحاجه اللي بتعمله تحسس بالتدريج لحد ما اتعود عليها. دي بشرى جميلة جدا ان الناس اللي بتشتكي من حساسية، وحساسية مش سايباها دي سنين كبيرة، وبياخدوا مهدئات بس، يعني اللي هي مرحلة اللي هي بقى قبل العلاج النهائي اللي هو التطعيم او المصل ده، في ناس كتير بتفضل تاخد مهدئات والموضوع تعبها جدا. فدي بشرى كبيرة بفضل الله ده وجميلة. ده اوبشن. بس انا عايز اكد عشان انا ما بحبش شغل الشو او الدعايه الكاذبه. امم. الامصال المناعه فيها اكتر من مشكله. اول حاجه ان احنا بيساء استخدامها في غير مكانها، تمام. فانا لما احط السلاح في غير مكانه مش هيشتغل، فهيدي سمعه سيئه. طب ازاي يتحط؟ لان احيانا بيحصل مبالغه، يعني بعض المريض برضه فانا قصه لا اتاكد ان ده حاجه ليها علاقه بالاي جي اي، فده بقى دول الدكتور الحساسيه. ولا دول لان احيانا بعض الناس يقول لك لا اديني المصل، لا انا مش هديهولك. امم. زي ما اتكلمنا في الارتكاري، في ايوه. حلقه الارتكاري، اتمنى الناس ترجع لها. الارتكاريا المزمنه ده مرض مناعي مش مرض حساسيه. فانا واحد من الناس، انا لو اعطي الامصال في حالات الاي جي اي، في حالات الارتكاريا، هتتكلم. لان انا برضه هظلم المصل، وهظلم المريض، هيتكلف تكلفه هو مش محتاجها. تمام. تمام. الحاجه الثانيه ان الامصال كاي اجراء طبي ما فيش حاجه في الطب 100% نتيجه، امم. بس بصراحه نتيجه هايله جدا لما تمام. تتحط في مكانها الصح وبجوده الامصال الصح، تمام. ومع الالتزام بالمواعيد. تمام. وفي بقى الطفره الحديثه برضه الهايله قوي، العلاج البيولوجي. علاج البيولوجي ده برضه من الحاجات اللي فرقت جدا في كل انواع الحساسيه وفي عبارة امراض عن ايه بقى المناعه. يا دكتور احمد؟ ده عباره عن مواد بيولوجيه امم. بتهاجم حاجه محدده في جهاز المناعه. انا زي ما قلت اغلب الحالات النوع الاول ده اسمه اي جي اي. مش امم. كده؟ عندنا مضاد الاي جي اي اللي هو الاوماليزوماب او الزولير، تمام. ده متوفر في السوق. بيفيد بقى في حالات الارتكاريا، حالات الربو الشعبي الناتج عن الاي جي اي العالي، كان عاملين اختبار حساسيه في الجلد قبليها، او حالات حساسيه الانف المزمنه، كورونيك راينوساينوسايتس نزل بوليبوزس اللي معاه لحميه، وهكذا. في امم. الدوبكسنت، وفي حاجات اللي بتشتغل على الانترلوكين 5، يعني دي كلها ادويه بتحدد حاجات معينه. دي صيحه قويه، بس هي بتستخدم برضه في الحالات الشديده. واحيانا في بعض الحالات بحط العلاج البيولوجي مع الامصال، امم. فدي بتفرق جدا في الاستجابه. هنا طبعا بتفرق خبرة الطبيب اللي شغال في الأمصال والعلاج هي البيولوجي. بتفرق لان في النهايه انا مثلا الطفل عنده ربو شعبي، امم. وانا محتاج احدد، احنا بنقول هل نوع الالتهابي 2 ولا ان في خلايا تي هيلبر او الخلايا في منها النوع الاول والنوع الثاني. لازم اشوف البايوماركرز او العلامات اللي بتقولي ان ده من النوع الثاني.
طب هل بقى عشان قبل ما استخدم الزولير او الموليزوماب لازم اثبت ان الاي جي اي عالي، نعمل اختبار حساسيه وهكذا. فهي قصه الاختيار، انا قدامي انواع كتير، احنا كنا بس عاملين مين اللي هيناسب ده ومين اللي هيناسب ده. امم ده غير ان كان مثلا كان عندي عيان امبارح عنده حساسيه صدر، حساسيه عين، وحساسيه انف مع الاكزيما. ياه. فكان مثلا بدا الزولير، انا قلت له والله الزولير هيبقى حلو في دول بس مش هيفيد الاكزيما. امم لو كان معاك ارتكاري كان يبقى انسب، لكن ساعتها انت عندك الدوبكسنت انسب. امم لان انا دايما البيولوجي احنا الى الان ما بنستخدمش اتنين بيولوجي، فالمادي واحد وصل له غالي جدا، يضرب عصفور 5 عصافير بدبشه واحده، غير المادي اللي ده حاجه وده حاجه وده حاجه. فهي صح. القصه في حته الاختيار حسب بقى حاله العيان وكل الامراض اللي عنده، بنجمع كله ونختار الاختيار الانسب. وبرضه الحساسيه متشعبه شويه في التخصصات بتاعتها. صحيح. يعني احنا كنا عاملين حلقه من قريب مع دكتور احمد حلمي، انف واذن، مستشار الانف والاذن. اه سمعتها، كانت حلقه جامده. عملنا عن حساسيه الجيوب الانفيه. هو حتى في الحلقه برضه كان ساعتها اشار الى ان دور دكتور المناعه والحساسيه ايوه في علاج الحساسيه. صحيح. واختيار العلاج البيولوجي، يعني مثلا العيان اللي عنده حساسيه انف مزمنه وبيجي له لحميه متكرره يشيلها وترجع، فساعتها العلاج البيولوجي او العلاج المناعي بيفرق معاه. وده بيبقى التعاون ما بين دكتور الانف واذن ما بين دكتور الحساسيه والمناعه. تمام. طيب دكتور احمد بقى، هبد ولا بجد؟ آه. في ناس بتقول الحساسيه بتخف لما الطفل يكبر، هبد ولا بجد؟ ده نص هبد ونص بجد. فعلا في بعض انواع الحساسيه بتتحسن مع السن، تمام. زي بعض انواع حساسيه الطعام. امم وفي بعض الاطفال لما بيبداوا يكبروا بيبدا ان الحمد لله يتغلب على الربو الشعبي والجسم بيتحسن. امم لكن في اطفال بتكمل معاهم الاعراض، يعني مثلا الربو الشعبي في اطفال لما بيكبروا بيتحسنوا وبيعرضوا انه ممكن يرجع له تاني، وفي تمام. اطفال بيكمل معاه. تمام. في الغالب اللي بيبقى عنده الاعراض شديده او كده هو اللي بيكمل شويه. بس احنا نصيحتنا بقى للطفل ان هو عنده حساسيه ده، هل نسيبه لما يكبر لا وتروح طبعا، لوحدها؟ ده بالعكس، التدخل كده كده هياخد علاجاته، بس حتى احيانا التدخل المبكر بالامصال ممكن يهدي جزم. يعني مثلا مثلا الطفل عنده تحسس من محسس واحد، امم ممكن مع الوقت بيحصل حاجه اسمها الاتوبيك مارش، بتبدا ان حساسيه كانت بادئه حساسيه طعام، بقى في حساسيه جلد، حساسيه اكل، بتزيد مع السن احيانا، بعد كده ممكن تبدا تهدى تاني وممكن تكمل. فاحنا لما بنتدخل بدري بالامصال ممكن الزيادات دي بتقف. بمناسبه الامصال يا دكتور احمد، هل الامصال بتبقى لمريض الحساسيه بس، ولا ممكن تتاخد لحد عشان ما يجيلوش حساسيه؟ تتاخد كوقايه، ده كلام بحثي الى الان، انا اكون امين. يعني أنا مثلا امم الطفل عنده حساسيه، طب اخوه لسه ما جالوش نديله ولا لا؟ ده كلام ابحاث. يعني امم فعلا في دراسات اثبتت ان العلاج المناعي اللي هو بيدرب جهاز المناعه الاميونوثيرابي ده ممكن يقلل حدوث الحساسيه. امم بس الى الان انا ما عنديش توصيات عالميه ان انا اديه كوقايه. بس احنا عندنا مثلا التطعيمات اللي هي موجوده في وزاره الصحه، مثلا كل طفل بياخدها لا ما بخطه دي حاجه تانية شهريه. برضو، التطعيمات مهمه لاطفال الحساسيه، امم بالذات اطفال حساسيه او مرضى حساسيه الجهاز التنفسي. تمام. ما هو برضه من الحاجات اللي بتهيجه نزلات البرد المتكرره، امم نزلات الانفلونزا. فانا بنصح المرضى انهم ياخدوا تطعيم الانفلونزا السنوي، امم ويفضل ياخدوا تطعيم المكورات الرئويه نيموكوكل. في حاجات دي مش موجوده لا في احنا وزاره بفضل الصحه، الله صح؟ دي يعني الى الان مش متوفره، لكن في المراكز الخاصه. لكن الحمد لله عندنا في مركز كيورو عندنا التطعيمات، تقريبا كل التطعيمات موجوده. يبقى دي بقى نوع التطعيمات اللي ممكن اه يتاخد من غير ما يبقى المريض عنده اه حساسيه. يعني اصلا تطعيم الانفلونزا ده مفيد لكل الناس، امم بس احنا دلوقتي عشان التكلفه والظروف الاقتصاديه انا بحب اديه مثلا مريض نقص مناعه، امم فلو جاله انفلونزا هيتبهدل، لا اديهوله كوقايه. تمام. مريض عنده حساسيه جهاز تنفسي، ده امم برضه عشان انا ملزق الجهاز التنفسي ومظبطه وحافظ على الحساسيه، فبرضه نزلات البرد بتتعب، تمام. فانا لا هديله تطعيم الانفلونزا واوصيه بالمكورات الرئويه وهكذا. تمام. فدي لا بصراحه برضه للاسف ثقافه التطعيمات قليله عندنا في بلدنا هنا في مصر. امم طيب دكتور احمد، هبد ولا بجد؟ برضه لسه في نفس اه الفقره. البخاخه بتضعف الرئه، هبد ولا بجد؟ البخاخ، هو ما ادراك ما او البخاخ كده بحس اه مشكله كبيره. ما احنا بنقعد نتحايل على العيان ونقنعه خد البخاخه. البخاخه لا يعني فين، انا جالي عيان مثلا، ده مثال يعني، بنستخدم بخاخات في الربو الشعبي، ده حساسيه، او في مرض اسمه السي او بي دي او السد الرئويه المزمنه. امم دي مش حساسيه، دي ربنا يعافينا، اشهر اسبابها التدخين المزمن. امم فالعيان اصلا الله يهديه بقى له سنين بيدخن وبيدخن علبتين،
وجاله بقى سد القويه من السجاير، فكتبت له بخاخ. قال لي يا دكتور اتعود على البخاخ. انا خايف بصراحه، انا اتنرفزت. قلت له يعني انت مش خايف من السيجاره اللي انت بتحطها في بقك ادي لك 40 سنه وبتشرب لي علبتين في اليوم، يعني شوف كام نفس، وزعلان من بختين الصبح وبالليل؟ امم. لا فعلا مفهوم غريب يعني. قلت له انت اللي جايبه لنفسك. فهي لا، الفكره البخاخه بالعكس. احنا بنقول دايما الربو الشعبي مثلا، هنا ده فكره الربو الشعبي ايه مثلا؟ ان الحساسيه زي ما قلنا، الخناقه حصلت ما بين جهاز المناعه وحبوب اللقاح او غيره، حصلت في المجرى التنفسي السفلي، امم. التراكيه او الشعب الهوائيه وهكذا. فساعتها بقى بيحصل بقى زياده تكوين المخاط وبيبدا يحصل انقباض وهكذا. فانا بديله العلاج. فزي ما قلنا موسعات الشعب بتشتغل على مضاد المستقبلات البيتا. انه بتهدي. دي مشكلتها بقى ايه؟ انها بتزود ضربات القلب، تشتغل على برضه مستقبلات البيتا في القلب، بتزود ضربات القلب امم. وبتعمل رعشه في الجسم، امم. تلاقي المريض جسمه سايب. فتخيل بقى لو انا اديتها له شرب، العيان اصلا بيشربها يمتصها خلاص، وتبدا توصل بقى للجسم كله، تعمل الاعراض الجانبيه دي. امم. لكن لما بديها بخاخه، دي حاجه موضعيه بتوصل بجرعات قليله الى الشعب الهوائيه، تشتغل في مكانها ده بس. طب هو ليه الناس بتخاف من البخاخ؟ الناس بتخاف من البخاخه، ما اعرفش، مضحوك عليه. امم. زي ما الناس بتخاف مثلا من الايه، من اي حاجه يعني، للاسف قناعات وراثيه مثلا. للاسف متوارثات غريبه امم. خلاص. يعني بالعكس، اللي بيخاف من البخاخه ده هو للاسف عنده مشكله انه مش فاهم طبيعه العلاج. يعني البخاخه بتضعف الرئه؟ لا خالص، ده بالعكس، ده انا على فكره، بس هي النقطه لما بنفهم المريض اغلب الناس بتقتنع. امم. انا بقول له الفينتولين شراب والفينتولين بخاخ. الفينتولين شراب انت بتاخده بجرعه كبيره علشان يمتص، وجزء بيوصل منه للكبد للكلى للقلب وكده، ويوصل للرئه شويه قليلين، دول اللي هيشتغل. تمام. والباقي كله عمل اعراض جانبيه. لكن البخاخه دي توصل بالظبط، الشفوطه توصل للشعب الهوائيه، اشتغلت وامتصاصها محدود جدا، ما بتوصلش لاي اجهزه تانية. تمام. فبالعكس البخاخه هي العلاج الانسب. وعلى فكره الجينا جايد لاينز او توصيات الجينا او كل التوصيات العالميه بتتكلم في علاج ربو شعبي بخاخات. كله بخاخات. او طيب دكتور احمد، اخر بقى معلومه عند ناس كتير، ان مفيش علاج نهائي للحساسيه، هبد ولا بجد؟ هو هبدل لحته بقى، بس احنا قلنا ايه، ان زي دلوقتي الحمد لله ان في امراض حساسيه كتيره ثبت فيها فعاليه العلاج المناعي او الاميونوثيرابي او الديسنسيتايزيشن او مزيل التحسس، اللي احنا زي ما قلنا بنديه بجرعات تدريجيه متصاعده، وده في حالات كتير جدا الجسم بيتغلب على الحساسيه وبتنتهي. لكن اغلب الحاجات التانية لا، بتطول. وبرضه مع العلاج دوت، في العلاج البيولوجي في حالات فعلا بتوصل لمرحله الريميشن او الكمون، ان الحساسيه بتهدى خالص. طيب دكتور احمد، اكيد حضرتك بقى تابعت حالات كتير بخبره حضرتك في الشغل يعني. في ممكن لو حضرتك تحكي لنا عن حاله مثلا كانت حالتها صعبه وفعلا يعني اتحسنت وتصالحت مع الحساسيه؟ أي. انا والله كتير يعني، فضلا انا اذكر احد زملائنا طبيب ربنا يحفظه في احد التخصصات الجراحيه يعني. فهو كان اصلا عنده حساسيه انف، كان بيقول لي انا عمري ما بيتعب جدا في اوضه العمليات بسبب التكييف. امم. ويقول لي بقى طول ما انا شغال اقعد اعطس وارشخ قصه كانت ازمه كبيره بالنسبه له. امم. وتعب بقى من البخاخات والحاجات دي. فبفضل الله عز وجل انا مش هنساه، ربنا يا رب يتم عليه الشفاء على جميع مرضانا يعني. لما بدا خد الاميونوثيرابي او الانصال، فرقت معاه جد جدا، ربنا يكرمه حتى. يعني ما شاء الله هو يعني بيتذكرنا بالدعاء يعني، فدي حاجه كويسه. امم. فبرضه في بنت مش هسال، كانت ثانويه عامه، انا يمكن ذكرتها في حلقه الارتكاريه. البنت دي كانت بتوصل من الارتكاريه تقعد تقطع جلدها، يا الله. وعماله تاخد كورتيزون وكورتيزون طبعا في ثانويه وموال. امم. لما الحمد لله كان لسه العلاج البيولوجي طالع ووجهناها للعلاج البيولوجي وقتها، انا ما بديش امصال زي ما قلت في الارتكاري يعني. امم. وساعتها حتى كان متوفر جايبينه في تقريبا نفق الدوري كده بجامعه اسيوط. كانت العيانه بتسافر بني سويف لاسيوط تاخد الجرعه الشهريه وتيجي، حياتها اتغيرت تمام. والحمد لله بتاخده معانا دلوقتي في التامين الصحي، وفر في بني سويف يعني او في لجان التامين الصحي. فدي من الناس اللي حياتها اتغيرت تماما لما بدات العلاج الصح. امم. طيب دكتور احمد، ممكن تحكي لنا بقى عن موقف انساني اثر في حضرتك في علاج الاطفال، علاج الاطفال عموما يعني. المواقف فعلا فيهم بتبقى مؤثره جدا. انا اذكر حاله كان فعلا برضو ارتكاريه شديده وخدت كل العلاجات مش متحسنه. بس إن زي ما قلنا ان كتير من ما بيقدمش على العلاج المناعي، فلما بدات اللي هو كان علاج المناعي السايكلوسبورين، الحمد لله حتى ساعتها بدانا على نفقه الدوله، فرق كتير خالص معاه يعني. الواحد بيبقى سعيد لما يلاقي حد يبعت له مثلا انه بيدعي له، او انه حياته اتغيرت تماما بعد العلاج.
فبفضل الله عز وجل لا الحاجات دي بتفرق خالص. وفعلا كان يعني زي ما كنا بنحكي حاجه مثلا زي الارتكاز ممكن تغير حياه الانسان. فعلا حالات اللي هو مثلا طفل عنده وزمه وعائيه وما كانش متحسن خالص، لما بدا يتشخص صح. وللاسف ان دي برضه محتاجه حلقه، ان كل الناس بتديها مضادات هيستامين، مش كل حالات الوزمه الوعائيه دي امم. بتبقى كارثه للطفل بالذات لو هي الوزمه الوراثيه دي، ان بتجيله مع التوتر مع الامتحانات، اصحابه بيتنمروا عليه وبيحصل. على ما يبدا ياخد العلاج بقى الحقيقي الصح وحياته تتغير يعني فعلا الواحد ما بيشوف النماذج دي بيحس بكرم ربنا، ان ممكن معلومه فعلا تغير حياه انسان. اللهم لك الحمد. دكتور احمد، جزاك الله خيرا على المعلومات القيمه دي. واخيرا الحساسيه دي حيرت ناس كتير، والنهارده الحمد لله كان درس كبير من دكتور احمد في ازاي نواجه الحساسيه، وازاي نروح لدكتور مين، وناخد امثال ايه، ونروح اماكن ايه نتلقى فيها العلاج. وبنأكد تاني ان احنا في مركز كيور للحساسيه اللي موجود في مركز نور الحياه لطب الاطفال، موجود يوميا على مدار الساعه ان شاء الله. وهنسيب رقم التليفون على الشاشه. اللي حابب يتواصل احنا تحت امركم في اي وقت. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.